بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحلقة السابقة اتكلمنا فيها عن الحما القاسية، الحما صليطة اللسان على زوجة ابنها، وأثر ذلك على الحياة الأسرية والحياة الزوجية وعلى علاقتها بزوجها وأبنائها. تكلمنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كذلك أيضا ما كان لين في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. الحقيقة استكمالا للحلقة السابقة كان في بعض التساؤلات المهمة اللي المفروض نجاوب عليها مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة، يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله أنت حياك ومتابعينك في الله. برنامجك المميز قوارير. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المتابعين والمشاهدين. الحقيقة الموضوع السابق اللي كنا بنتكلم فيه من الموضوعات المهمة جدا والشائكة في بعض الأحيان، وكان ولابد إن احنا نستكمله في حلقة أخرى. احنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض المفاهيم المغلوطة عند الحما وعند زوجة الابن اللي بيكونوا داخلين بيها الزيجة، فبالتالي بتحصل مشاكل. والبعد عن مفاهيم الدين وعن قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ده كمان من الأسباب اللي أدت لوجود المشاكل. خليني أتطرق لنقطة مهمة جدا وبتتقال ما بين طيات الكلام، ما بين سواء مرات الابن وأهلها وأمها وأخواتها، أو حتى كمان بين الحما ورفيقتها بقى، إن اللي بيحصل ده من التطاول أو من المعاملة القاسية هو سببه الأول والأخير الغيرة. غيرة مين من مين؟ غيرة الحما أم الزوج من زوجة ابنها. ليه يا أستاذة خديجة أصلا تكون في مشاعر غيرة بين الحما ومرات ابنها؟ وهل أصلا في تكافؤ بين الفردين عشان يكون في مقارنة وبالتالي يكون في غيرة بينهم؟ طيب. إذا احنا نبغى نفهم موضوع أول شيء الغيرة، إيش أسباب الغيرة لازم نعرف بغض النظر عن التكافؤ، لأنه هي حالة من الشعور، بس الشعور ذا له مفهوم معين. الغيرة بعض الأحيان مبررها هو الخوف من فقدان الاهتمام. طيب، يكون مثلا الولد هذا بغض النظر انه هو وحيد ولا مو وحيد، هو ولدها اللي تعبت فيه هذه المرأة، فهي ترتجي منه شيئا. فاليوم عندها خوف انه جانب الاهتمام اللي قاعد يعطيها اياه ولدها والحب والرعاية لأمه ينتقل لامرأة أخرى. طيب، امرأة غريبة وليست من نفس دائرة المرأة نفسها، فهنا تيجي الغيرة. طيب، بغض النظر طبعا الغيرة ما بتعرف عمر، لا صغير ولا كبير ولا أي مم. شيء، وحتى ما في غيرة متكافئة. يعني بعض الأحيان الرجل ممكن يغار من امرأة، وما في كفاءة في الموضوع ده كله، لأنه هو عبارة عن شعور فقط يعني. فهنا بتصير مسألة الغيرة. زد على ذلك احنا قلنا في موضوع الحموات وزوجات الأبناء أساسا في مفاهيم خاطئة داخلة في الموضوع. مم. فإذا دخلت الغيرة مع هذه المفاهيم الخاطئة زادت الطين بلته. طيب، حتى زوجة الولد كمان عندها غيرة تجاه حماتها، لأنه إذا الولد شوية بار ومحسن لأمه هي تحس إنه كيف يعني يهتم فيها زيادة، المفروض أنا يهتم فيني. ما بتقول مثلا طب ما هي أمه وربته وحقها عليه وما في مم. مشكلة، ما بتقول زي كذا. يعني كمان عندنا إحنا من جانب الزوجة كمان في غيرة تصير يعني. فإحنا ما نبغى نسلط الضوء كمان على موضوع الحمات فقط ونترك ورث الولد كأنها هي المغلوبة على أمرها. لا، بعض الأحيان والله الحمات تكون طيبة جدا وممتازة وكل شيء، لكن تجيكي من مرة الولد عندها هذه إنه تعتقد إنه زوج هذا ملكية خاصة، تتعامل معه مم. على هذا الأساس، فغير مم. مسموح له إنه يحسن بأمه وأخواته ولا أهله مثلا، ولا ينتبه لهم ولا يقسم لهم ولا يعطيهم لا من وقته ولا من مال، لا كله لازم يكون لها. مم. فهم تمام جدا. نفسهم الفئتين يعني، والمفروض انهم مو كذا. يعني احنا قلنا مسألة هي قائمة على حدود وحقوق، كل واحد لازم يأخذ يعني حقه ويعرف حده الذي يجب أن يقف عنده. بهذه الكيفية تمام. احنا بنعيش مع بعضنا البعض. أما الفوضى هذه كل واحد يتعامل إنه الأم تتعامل مع ولدها إنه ملكية خاصة، لا هذه مم. بنت الناس اللي جات ما لها شيء، خلاص كأنها حتى مستوى الخدامة ما وصلت.
عرفتي؟ بالظبط. ما وصلت حد المستوى بالظبط. كمان، يعني موضوعها صعب اتضحت جدا هنا يعني. الصورة. طيب ننتقل لنقطة أخرى مع حضرتك يا أستاذة خديجة، وهي دور الزوجة هنا، زوجة الابن، في حال إنها لقت حماتها بتتطاول عليها بالسب، وفي بعض الأوقات ممكن تلاقي الحما تمد إيدها، ممكن تضرب، ممكن تزق، ممكن تعمل أي حاجة. التصرف الصحيح ايه من قبل زوجة الابن؟ بعض الزوجات تقول هرد الشتيمة بالشتيمة، هاخد حقي، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، ولو مدت ايدها عليا ماليش دعوة، حتى لو هي كبيرة أنا كمان هزقها وهعمل معاها زي ما بتعمل معايا بالظبط. قولي لنا التصرف الصحيح ايه؟ هو هو صار موضوع شائك يعني. والمفروض ليش المرأة تتزوج وتخرج من بيت أهلها وتنتقل إلى ولاية رجل آخر؟ مو على أساس أنه يقوم على حمايتها ورعايتها والقيام بشؤونها، ولا لا؟ هذا الأصل يعني. مم. طيب، اليوم إذا وصلت المرأة أنه وهي على ذمة رجل، أنه أهله يتطاولوا عليها، ما أدري فين دور الرجل طيب في حياتها؟ إيش وضعه هذا الرجل؟ ايش قاعد يسوي مثلا؟ يعني قبل عليها تظلم، يعني هل هو يقبل هذا الكلام على بنتهم او على اخته؟ اذا ما يقبل، المفروض ما يقبلوا على بنت الناس. هذه نقطة. مم. يعني المرأة ما راح توصل لفكرة العين بالعين الا خلاص لما غلبت الروم، يعني ما حد مم. نصرها ولا انصفها. هذا مم. شيء. الشيء الثاني، ايش اللي خلى الحمات اليوم تتجرأ توصل لهذه المواصيل؟ ما الذي حدث؟ يعني ايش الشيء الذي من خلاله شدت ظهرها هذه الشده لدرجه انها مم. تمد يدها على مم. زوجة ولدها؟ مم. ايش شافت يعني بالضبط؟ عارفه؟ في امور معينه صارت لهذه التجاوزات اللي المفروض ما تصير اساسا في هذا مم. الزواج. طيب. طيب نيجي الان للزوجه، ليش تبغى توصل مرحله انه هي تمد يدها ولا تمد لسانها على الحماة؟ مع انه ما في مشكله نقول نحن ليه، بس ايش اللي يمنعها؟ مم. احنا كمان عندنا طبعا في السيئات ان هم يحتكموا لمصالحهم للهوى، وبرضه لما يبغوا ياخذوا حقهم كمان بالهوى ياخذوا. يعني اذا بالظبط. مدت زوجة الابن مم. الحماة، طيب كيف هي ست كبيرة وكيف؟ ايوه، طيب ما من الاساس يعني انت هي يعني هي حقها هو في تعمل كل دي في حاجة دي عشان هي ست. ست كبيرة، ايوه تشتم أو ايوه تمد إيدها شفتي. عشان هي ست كبيرة، ده عذرها إنها ست كبيرة. لكن لو ايوه البنت الكيل ردت لا، بمكيالين. تبقى قليلة أدب. ايوه الكيل بمكيالين. شفتي كيف؟ اذا مم. كل ما بني على باطل فهو باطل. فايش ما حتسوي زوجة الولد؟ الواحد حيقول لها حقك، يعني ما دام انه ما في احد بيدافع عنك، لجأتي لاهلك، لجأتي اللي مش عارف، ما حد فادك في ذا الموضوع، خلاص يعني ايش تسوي؟ تمام. الانسان ملزوم انه يدافع عن نفسه، يعني اليوم ضرب، بكره يصير في مصائب اخرى، ممكن نوصل للقتل يعني، وهذا قاعد نشوفه احنا. طيب من مم. الفوضى الموجوده يعني. مم. فهنا اذا الواحد ما يقدر يقول سوي كذا ولا تسوي كذا. طب فين الرجل؟ طب فين مم. اهلك؟ نمشي أيوه. بالتدريج يعني. نحن مم. بلاش نوصل للنقطة هذه. لما زوجك فين وهذا، دخلي أهلك خليهم يكلموه، دخلي أهلك خليهم يتدخلوا، كلمي حماكي، يعني ما هو دخلوا الموضوع أحد، يا سووا أستاذة شوشرة خديجة من لما برا. بدأ يطلع بقى للأهل، فالأهل بيزعلوا جدا على بنتهم، فبالتالي الموضوع بيكبر أكبر أكتر وبيتشعب، والأهل كل واحد بطريقته. ممكن تلاقي مثلا بقى بدل ما كانت هي بتشتم البنت بس اللي هي زوجة الابن، بدأت تشتم أمها وتشتم أبوها، والموضوع يكبر قوي. فإمتى تقولي إنها تكلم أهلها وتدخلهم في الوقت الصحيح والمناسب؟ هو الفكرة نفسها يعني، إذا وصلنا للشتايم وكبر الموضوع، ما أدري إيش فائدة الزواج هذا. عرفتي؟ يعني مم. الناس اللي عندها قيم مشتركة، طيب في الاحترام مثلا، الرجل قيمة الاحترام عنده عالية والمرأة عندها قيمة الاحترام عالية، لا يمكن تلاقي إنه هم يقبلوا بهذا الوضع يعني. تمام. لكن مم. البنت تقول مثلا انا ما اسمح لاحد يقول لي كذا، وزوجها اللي هي متزوجته عادي شايف الموضوع، هنا يبغى لها هي تراجع علاقتها بالرجل، ما تراجع علاقتها بحماتها ولا باخت زوجها ولا باهل زوجها. انا يعني حقيقي انا اقول لك، المراه اليوم اذا وصلت لهذا الموصل يجب انها تجلس كذا وقفه، تجلس كذا تراجع حياتها، تقيم شكل العلاقه اللي بينها وبين زوجها. ايش مم. فائده هذا الرجل في حياتي؟ ايش مم. دوره؟ اذا اليوم سمح لاهله كذا، معناه حيسمح للناس اللي برا. طب انا كيف امن على نفسي مع هذا الرجل؟ كيف امن على اولادي مع هذا الرجل؟ كيف يعني؟ مم. يعني لانه جزء من مسؤوليه الزواج انه الحمايه يعني.
طيب إذا الحماية دي مو موجودة، فهي ليش تبغى تلوم على أمه ولا أخته ولا أي شيء؟ تحتاج أن تعيد النظر في شكل العلاقة المبنية مع هذا الرجل. اليوم هذا الوقفة اللي تسويها المرأة هي اللي تقرر مستقبلها. طيب إذا كانت طبعا هي امرأة واعية فاهمة وداخلة زواج وهي فاهمة ومسلحة بالعلم والمعرفة وقوة في دينها وإلى آخره، يجب أن تراجع. لكن إذا ما عندها ولا شيء من هذه الأسلحة، معناها كل الناس مستواهم واحد، معناها اللي مدت يدها هنا حتمد يدها هنا وبعد شوية نفس المرأة اللي مدت يدها على حماتها حتمد يدها على زوجها، لأنه خلاص في حالة غضب هي اللي محركة لشكل العلاقة دي كلها. فهذا الاحتقان ده كله كيف نبغى نعالجه؟ ما نقدر نعالج هذه الحالة إلا إذا كان عندهم عقل يعني. وإحنا قلنا هو غياب الهدف، طيب، وعدم فهم موضوع الزواج بشكل شرعي وصحيح حسب ما قال الله وقال الرسول. طيب لما تداخلت الأمور كلها في بعضها وغيب الإسلام أو العلاقة على أساس الإسلام في الزواج نفسه، خلاص صار في تطاول وفي كده وفي كده وفي كده وفي كده. والواحد أساسا يقول إيش في الإسلام؟ القصاص ده حل وتأديب للجميع يعني. العين بالعين بالفعل في القرآن الكريم مذكور هذا الشيء، العين بالعين والسن بالسن. طيب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني. هذا الوضع الطبيعي. لما تيجي تطبقي الفقرة دي، لا، انت لازم تحترمي امرأة كبيرة. طيب ما هو من باب اولى الكبير هو اللي يحترم مكانته كشخص كبير ويحترم منزلته هذه. لكن اذا ما احترم هذه المنزله هذه مكانه، انا مش ملزمه حقه. فشفتي الامور تاخذ بعد اخر. فما حنقدر نقول ايش نقول للزوجه. هو الكلام مو للزوجه تجاه اهلها، اهل زوجها الان ضربوها، ان احنا نقول للزوجه تعالي راجعي شكل علاقتك انت مع هذا الرجل. اليوم ضرب بكره في شيء ثاني، تحتاجي تقفي كذا وتراجع حساباتك. الزواج ده مربح غير مربح، في اخطاء، طب كيف ممكن نصلح الاخطاء؟ طب مين اللي يصلح؟ ايش الشيء اللي من جهتي يتصلح والرجل مستعد انه يخوض فيه ويصلحه ويصير بالفعل رجل حقيقي. اذا ما في، تحتاج تقف بالفعل وقفه حقيقيه مع هذا، لانه يعني هذا سوء الخلق تجاوز الحد يعني الضرب. طب ايه رأي حضرتك يا أستاذة خديجة في الوقفة اللي بتعملها بعض الزوجات، انها بتترك البيت وتروح تعيش عند اهلها، او تطلب من زوجها انها مش هترجع البيت الا لو خد لها سكن خارج البيت اللي هي قاعدة فيه حماتها، او بعض الزوجات بتصر لو هي حتى ساكنة بره ان امك ما تجيش تزورنا تاني، انا ماليش علاقة بيها، انا مش هروح ازورها نهائي، وتقطع العلاقة تماما بينها وبين حماتها. ايه رأي حضرتك في الحل ده درءا للمشاكل اللي تحصل، للتطور اللي بيحصل، للأذى النفسي والبدني اللي بيقع على الزوجة؟ شوفي الحل الثاني اللي انت قلتي عليه، انها بتسكن لحالها وتقطع الطريق على حماتها والى اخره، حقها يعني. معلش، ليش نقول نحن حقها؟ هي مش ملزومة اساسا باي شكل من الاشكال تجاه اهل زوجها الا البر والاحسان لهم. لكن بعض الاحيان هذا البر والاحسان اذا كان سبب للمشاكل يجب تقييده ووضعه في نطاق ضيق صغير، لأن الرجل هو اللي ملزم بأهله. طيب الرجل هو ملزم بأمه بأخواته بأهله وإلى آخره. طيب وإحنا قلنا تخيل الموضوع هو عبارة عن دوائر، دائرة الأهل ودائرة الرجل مع زوجته. هذه دائرة الرجل مع زوجته، الله سبحانه وتعالى حيحاسب الجميع في هذه الدائرة. الرجل في علاقته مع زوجته تقصيره وإلى آخره وأداء حقوقها، والمرأة كذلك. إذا دخل أحد من برا قاعد يفسد هذا شكل العلاقة هذه كلها. اليوم المرأة إذا تبغى تحمي نفسها واتخذت هذا الإجراء بقوة، حقها، إحنا ما نقدر نقول لها ولا شيء يعني. مو من الصحيح نضغط على المرأة ونقول طيب معليش أنت كيف كذا وقطعتي الرجل. ما قطعت الرجل، الرجل يقدر يروح يشوف أهله زي ما يبغى ومش عارف إيش. وإذا يبغوا يجوا البيت ما في مشكلة إنهم يجوا، بس يكون رجل حقيقي يلجم كل واحد ويلزم كل واحد حده. لكن إذا كان الرجل أصلا فوضوي، أعتقد هذه الخطوة حتى لو سوتها ما أدري إذا تنجح كويس يعني صراحة، لكن إذا ما تنجح هو جهد إضافي يعني، محاولات فقط يعني للنجاة بهذه الأسرة الصغيرة وبالعائلة الصغيرة يعني. فأي حلول طالما أنه الناس أساسا ما قاعدة تتقي الله سبحانه وتعالى
ولا قاعد تحط اعتبار لله سبحانه وتعالى في علاقتها مع بعضها البعض، فخلاص الناس بيتظالموا مع بعضهم البعض، فما حنقدر نقول هذا صح وهذا خطأ. لأنه المرجع الصح والخطأ في مقياس الناس هو نسبي، ما قد ترينه أنت صحيح ممكن أنا أشوفه أنه مو صحيح. عرفتي؟ لذلك الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم فصل الأمور ورتبها وأعطى للإنسان قال له تعاملوا كذا وخلاص. لكن الناس ما تبغى زي كذا، فاضطروا الناس من ترك يعني اللي ما يرضى يعني بحكم الله سبحانه وتعالى لازم يبتكر طريقة معينة من الأحكام ويجيبها ويحطها في واقع حياته حتى يقدر يعيشها. فمسألة الصح عند الناس هي نسبية. اليوم أنا بالنسبة لهذا السؤال لما يطرح علي مسألة نسبية، الجواب ممكن يكون في حالة هذه المرأة يكون صحيح وممتاز وينفع يعني يؤدي الغرض، لأن هي امرأة واعية وعارفة إيش قاعدة تسوي وهي ماشية في خطوات حقيقية لرسم الحدود بقوة، عارفة وضع الحدود. بعكس امرأة تانية مثلا بتسوي الموضوع ده عشوائي، ما عندها هدف لكن بتسويه بشكل تنكيلي أكثر. طيب وليس لحفظ الحقوق والحدود والى اخره، انما للتنكيل وللاستئثار وللمعركه وفنيات المعركه. يعني عرفتي؟ ما هو برضه مش كل الزوجات اللي هي زوجة الابن كلهم ملاك ومظلومين، في بعض منهم برضه بيبقوا صعبين يا استاذه خديجه. اكيد اكيد اكيد، عشان كده بقول لك انه الحلول هذه كلها نسبيه. ممكن يكون بالنسبه لوحده هو صح وممتاز، وحده نقول يعني انما الاعمال بالنيات. يعني نيتك ايش؟ يعني مثلا اذا نيتها سيئه في ظاهر الامر كويس كذا الشده هذه، لكن نواياها اخرى مثلا عشان تحرم الحمات من ولدها وتستاثر به وتخليه يبعد شويه شويه والى اخره، عشان ما يديلهاش يعني فلوس، ما يصرفش عليها، حبه حاجات كده. أيوة بتكون شفتي؟ ايوه احنا مش عايزين يصير زي المحامين اللي يحاموا عن زوجة الابن. لا لا لا، هي نسبة وتناسب. يعني عشان كذا هي اساس العلاقة هي عبارة عن حدود وحقوق فقط. مو مطلوب من زوجة الابن تحب حماتها، ولا مطلوب من زوجة من الحماة تحب مرة ولدها، ولا مطلوب أصلا في العلاقة في الإسلام أن يكون فيه حب. مطلوب فيه أن الإحسان والبر، واعطي كل ذي حق حقه، وكل واحد ياخذ اللي له ويعطي للناس اللي لها. بعد كده راح تيجي المحبة والمودة، كله راح يجي بعدين كنتيجة. لكن احنا بنسبق المودة والحب والتنازلات من أجل الحصول على شيء ما بيجي بالطريقة دي أساسا، يعني فالطريق خطأ. تمام. طيب أستاذة خديجة، عشان كده هذا الموضوع هو شائك يعني. قبل ما نختم حلقتنا مع حضرتك محتاجين منك بعض النصايح والوصايا للحمى، وبعض النصايح والوصايا أيضا لزوجة الابن. طيب الحمات وزوجة الابن مع بعض يعني ما حنقدر نفصلهم عن بعضهم البعض، لأنه هي نفس النصيحة. أول شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا احنا في النهاية مسلمين، كل واحد راح يحاسب، كل واحد حر يكتب في صحيفة عمله ما يسره أن يراه يوم القيامة، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم أي أحد ما يحب لنفسه تقليل القدر والقيمة وعدم الاحترام، سواء كانت الحماة تجاه زوجة الولد ولا زوجة الولد تجاه الحماة، لا يقوم به ولا يفعله، لأنه هذا يتنافى مع مفهوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه حيؤدي إلى شيء آخر أكبر من كده. ثاني شيء: كما تدين تدان. يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الخير الإنسان راح يقدمه وحسن الخلق الله سبحانه راح يجازي عليه وراح يشوف عاقبته. والصبر برضو كمان بحد معين برضو راح يشوف الإنسان أثره وخيره. أما الظلم فعاقبته على صاحبه. الإنسان لما يظلم أول شخص يظلمه هو نفسه. بالضبط. هو يعتقد أنه يظلم الآخرين، لكن أول ظلم يقع الإنسان على نفسه من خلال ظلم الآخرين، فليتق الله سبحانه وتعالى. آخر شيء: العلاقات تقوم على الحدود والحقوق. دعوة مني بالذات لزوجة الولد، قبل ما تدخل الزواج تعرف أول شيء في الزواج إيش لها وإيش عليها، إيش حقوقها وإيش حدودها مع الرجل، وتعرف إيش حدودها وإيش حقوقها مع أهل الزوج. طيب حتى لا يلتبس عليها الموضوع وتحس أنها تزوجت باكيج كامل، هو مو باكيج كامل، هو شخص واحد. طيب إذا عرفت هذا الشيء قبل ما تدخل تضع نية مع الله سبحانه وتعالى الهدف والغاية من هذا الزواج إيش هو، لأنه طريق الزواج أصلا طريق ليس سهل، معبد بالمفاجآت، يعني المفاجآت يعني حقيقي نقول عليها. فيجب تكون مسلحة بالعلم والمعرفة والدين
وتقوى الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أنها تسير في دي الحياة وهي فاهمة. وأي إحسان وتنازلات راح تقدمها حتى تجاه أهل زوجها يجب أنها تكون مدروسة ومحسوبة وتؤدي للهدف، يعني يخدمها في أهدافها في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامله ولا يخيب أمل آمل. بالظبط. جزاكم الله كل خير أستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش، على وجودك معنا وعلى هذا الحديث الشيق المفيد. شكرا جزيلا لحضرتك، ونلقاك على خير بإذن الله في حلقة جديدة. ودعوة لكل الحموات، لكل زوجات الأبناء، لو تتعاملوا مع بعض يعني ما كان لين في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى دايما يحب الرفق ما بين الناس، فبالتالي انت لو عملتيها كأنها بنتك بجد، وانت تعاملتي مع حماتك كأنها أمك، مش هيكون في المشاكل دي. والحقيقة لأي حما بتظلم مرات ابنها، اعرفي تماما كما تدين تدان. افعل يا ابن آدم كما شئت فكما تدين تدان. وكله سلف ودين في الدنيا. هتعمليه مع بنات الناس النهاردة هيحصل في بناتك بكرة، وممكن يكون أشد كمان. فياريت نتقي الله في بنات الناس. احنا ما جبناهمش من بيوتهم علشان نهنهم أو نجرحهم أو نزلهم في بيوتنا. هم معززات مكرمات، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. فنتقي الله في بعضنا البعض. نشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج قوارير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.